صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتسمعوني. حبايب قلبي مواليد برج الجوزاء. هنشوف النهارده قراءتكم لاخر شهر يوليو، ونشوف الطاقات الموجوده، ونشوف العاطفه والمنفصلين. نصلي على الحبيب. حبايبي مواليد برج الجوزاء، ايه اللي هيحصل الاسبوع ده ولنهايه شهر يوليو؟ بص يا جوزاء، في شخص انتوا كنتم معاه في علاقة حب، سواء ارتباط او خطوبة او زواج. حصل انفصال وحصل بعد وحصلت مشاكل، طبعا بسبب ناس اتدخلت فرقوا ما بينكم. ده عن طريق سحر وعن طريق كلام بالشر طبعا. فبحب ابشركم واقول لكم ان شاء الله في رجوع ما بينكم وما بين الشخص ده، وانا شايفه ان في طاقه انتظار الحبيب، وفي رجوع وتواصل هذا الاسبوع. او ممكن التواصل او الرجوع بيكون بعد 10 نقاط، ممكن 10 ايام، او ممكن في الشهر العاشر، يعني شهر اكتوبر. طبعا احب ابشركم، احب اعرفكم ان القراءة مستحيل انها تنطبق على كل مواليد برج الجوزاء. طيب امتى ممكن يكون الرجوع ده؟ الرجوع ده ممكن يكون الاسبوع ده او الاسبوع القادم ان شاء الله، والله اعلى واعلم. حبايب قلبي مواليد برج الجوزاء، احب ابشركم واقول لكم ان في فرصه جديده في الطريق ليكم داخل حياتكم، وفي اعاده توازن، تحقيق هدف او امنيه ليكم ان شاء الله. طبعا الفرصه دي ممكن تكون حب او دراسه او توظيف في شركه معينه في بالكم، او حد جديد خالص غير اللي موجود في الماضي يعرض عليكم فرص ارتباط او علاقة حب. طبعا كل واحد فينا هدفه بيختلف عن التاني. حبايب قلبي مواليد برج الجوزاء، من دلوقتي لنهاية السنة في تغيير عظيم قادم لحياتكم، بس عاوزين شوية صبر. انا عارفة ان انتوا شفتوا كتير وعانيتوا كتير وبكيتوا كتير وانكسرتوا كتير، لكن احب اقول لكم ان شاء الله تعويض ربنا ملوش حدود وملوش وقت. الفرج والفرح جايين لحياتكم باذن الله. حالكم هيتغير 360 درجة. يعني اللي كان عنده انسحاب وبعد للحبيب هيبقى فيه مصالحات واعتذار، اللي كان عنده ظلم وقع عليه هيبقى فيه عندكم رجوع حق. يعني كل شيء ان شاء الله هيكون لصالحكم يا حبايب قلبي مواليد برج الجوزاء. برج الجوزاء، في حد وعدكم بحاجة، اللي واضح قدامي ان في حد وعدكم بشيء ممكن يكون من فترة. احب اقول لكم ان اي شيء في بالكم واي وعد خدتوه هيتنفذ لكم حتى لو من زمان. طاقتكم من دلوقتي لنهاية شهر يوليو او ممكن تكون لنهاية السنة هي عبارة عن حاجتين: تغيير عظيم في حياتكم وتنفيذ وعود ليكم. ده هيكون خلال 3 شهور، وفي منكم ان شاء الله لنهاية شهر يوليو 2025. حبايب قلبي الجوزائيين العسل، في هدية جاية لكم. ممكن تكون شيء بسيط وممكن يكون شيء غالي. ممكن تكون ساعة، ممكن يكون خاتم، ممكن تكون عبارة عن فرصة هتجيلكوا تغير حياتكوا، ودي هنسميها الحظ العظيم. طيب هنشوف بقى دلوقتي الأبراج أو الطاقات
اللي ممكن يجمعكم بيها. إيه، بس ان شاء الله هما في يعني في حدث ايجابي هيجمعكم بطاقات ابراج معينة. ممكن الناس دي يساعدوكوا في اجراءات ورق، اجراءات سفر، تجهيز اوراق. معايا طاقات ظهرت: الميزان، القوس، الجدي. او ممكن تكون من الطاقات دي في منهم شخص من الماضي هيرجع ليكوا. طبعا كل شخص على حسب حياته، مش شرط الطاقات دي. ممكن مثلا تكون طاقات مائية، ممكن تكون طاقات نارية. بالنسبة للمتزوجين بس احب اقول لهم نصيحة: يا ريت ما نصعدش اي خلافات، لان الايام الجاية ان شاء الله بتحمل ايام ولحظات حلوة. يا ريت نبعد عن الغيرة والشك، ما ندخلش الشك والغيرة في حياتنا اطلاقا، ونستمتع بكل لحظات حياتنا. بحبكم قوي، وان شاء الله بتمنى لكم كل الخير والسعادة، وربنا دايما يساعدكم ويديكوا على قد نيتكم، ويبدل احزانكم افراح، ويلقم جروحكم. امين يا رب العالمين، ويطبطب على قلوبكم الطيبة. نورتوني حبايبي، ومع السلامة، الى اللقاء.